مسلحة من حدود مصر الجنوبية وبعضها أتى من حدود مصر الغربية هاجمت المحاصيل الزراعية. وزارة الزراعة أعلنت أنها على استعداد كامل لمواجهة هذه الظاهرة، وقالت أنها بصدد مكافحة هذه الأسراب. في هذه الدقائق يشرفنا أن نستضيف اللواء عادل لبيب محافظ قنا. سيادة اللواء، ما هي الجهود التي اتخذتموها لمكافحة الجراد؟ هو طبعا النهارده احنا شايفين كل المسؤولين في مديريه الزراعه هنا كلها بالتنسيق مع المحافظه مع المواطنين، زي ما احنا شايفين كلهم ايد واحده هنا بالنسبه لمكافحه الجراد، لان احنا بنعتبرها كارثه، لانها بتحط في اي محصول بتشيل المحصول بالكامل. فاحنا بقالنا كذا يوم دلوقتي مركزين هنا بالنسبه للمنطقه الموجوده عندنا في الحجازه او المنطقه الجنوبيه بتاعتنا احنا بتاعت قنا، على اساس ان احنا نكافح عشان ما يخشش عندنا في قنا والناحيه الشماليه. سيادة المحافظ، ما هي نسبة الأضرار التي رصدتموها؟ كم فدان تقريبا جرى تعدى عليه؟ لا الحمد لله لحد وقتنا هذا ما فيش حاجه لحد دلوقتي. احنا مع بدايه ورود الاسراب الجراد بدانا بالفعل المقاومه، وبالتالي احنا مسيطرين على الموقف الحمد لله. الاساليب اللي بتتبعوها في المقاومه يا سيادة المحافظ؟ احنا هنا دلوقتي احنا هنا المهندسين كلهم قايمين في مبيدات معينه برشوها، وبرشوها بالليل بالذات، الوقت ده بالذات عشان خاطر الصبح بيبقى طاير الجراد، لكن بالليل بيتجمع وبالتالي بيقوم بعمليه الرش، وبالتالي بيتم ابادته في الحال يعني. هل رصدتم تحرك للجراد من محافظة قنا لمحافظات باتجاه بحري أو باتجاه الدلتا والقاهرة؟ لا احنا لسه داخل لنا دلوقتي، احنا زي شايفين انه جاينا من الجنوب. نعم. فاحنا بادئين مكافحته، فلحد دلوقتي مفيش حاجة اتحركت، لأن أول ما هتتحرك علينا احنا في الشمال برضك، في شمال المحافظة. طب سيادة المحافظ، حضرتك قلت إن لسه مفيش أضرار ملموسة على المحاصيل دلوقتي، لو حصل أضرار على بعض المحاصيل الزراعية الخاصة بالفلاحين، هل ممكن في تعويضات تصرفها المحافظة؟ بدون شك الدولة بتعوض طبعا، لو في حاجة زي كده الدولة بتعوض الفلاحين، وسبق في حالات مشابهة كتيرة جدا يعني. انتوا كمحافظه سياده المحافظ نسقتوا مع جهات اخرى في الدوله، سواء كانت جهات في الحكومه او او القوات المسلحه، لمحاربه من يعني جهود المحافظه قادره على مكافحه وحصار الظاهره والكارثه ديت؟ لا بالطبع، اول حاجه احنا طبعا بننسق مع وزاره الزراعه ومع القوات المسلحه ومع كل الجهات ومع المواطنين ايضا يعني عمليه بتبقى تنسيق شامل بالنسبه لعمليه المكافحه. شكرا جزيلا سيادة المحافظ. أيضا مشاهدينا الكرام، يعني معنا الأستاذة إيمان وكيلة وزارة الزراعة للحديث حول هذه الظاهرة. أستاذة إيمان، أنتم كوزارة الزراعة أصدرتم بيان وقلتم أن عندكم مخزون استراتيجي من المبيدات القادرة على السيطرة على هذه الظاهرة. أسألك، أسراب الجراد هذا العام، هذا هو موسم الجراد، يعني هل هي أزيد من المواسم الماضية أم من نظافة؟ هي من سنين طويلة أول مرة يدخل عندنا الجراد في قنا. هو بيتركز دايما في الصحراء الشرقية، في البحر، محيط البحر الأحمر وشلاتين ومحافظة البحر الأحمر، إنما هربت بعد الأسراب اللي هي دخلت محافظة قنا. وصلت عندنا امبارح العصر، فور إبلاغنا بيها شكلت غرفة عمليات فورية عاجلة بمديرية الزراعة من جميع مدير الإدارات الزراعية. تم تكليف جميع مهندسين المكافحة والإرشاد والبساتين والأراضي والمياه في فرق معهم اصطحابتهم العربيات مع مواتير الرش والمبيدات، وتم التعامل فورا. كان قبل يعني بعد غروب آخر ضوء شمس بدأت المقاومة بالفعل. والحمد لله زي ما انت شايف حضرتك الكميات اللي هي تم ابادتها، والزملاء كلهم بايتين في المواقع المصابه، وان شاء الله النهارده يعني باذن الله يعني عندي امل ان احنا هنقضي، لانها مجموعات وليست اسراب كتيره، والظاهره ما هياش خطيره، هي مجرد اسراب هاربه يعني من البحر الاحمر جايه لنا من الصحراء الشرقيه. بعض هذه الاسراب كانت في السودان، والسودان اشتكت ان منظمه الفاو لم تساعدها ولم تمدها بمعلومات، يعني هل انتم قد تصلون لمرحله ان انتم تطلبوا بعض العون سواء التقني او الفني من بعض المنظمات للقضاء على الظاهره؟ وزاره الزراعه ليها قواعد للجراد في كل المناطق المتوقع فيها قواعد لرصد الجراد طبعا، للرصد ومقاومه، واحنا بالتنسيق بالفعل بدانا امبارح بالتنسيق مع قاعده الجراد بتاعه قنا، والقيادات الوزاره موجوده في مرسى علم والبحر الاحمر، وهم متوجهين لان في بعض الاسراب توجهت الى اسوان، واحنا بننسق مع المحافظات المجاوره. يعني هو جالنا اصلا من طيبه من الاقصر، وانا نسقت مع وكيل وزاره الزراعه بالاقصر ووكيله الوزاره في اسوان، ومعايا المهندس مدير عام الاداره العامه للمكافحه، هو بايت من امبارح في الموقع. والمقاومه الاماكن اللي اصيبت حجازة قبلي وخزام وحجازة بحري والكلاحين زي ما حضرتك شايف. استاذة ايمان، المحاصيل اللي موجوده في قنا هي محاصيل قصب السكر وبعض المحاصيل زي القمح. محصول القمح وعندنا برسيم حاليا، ومحصول القمح هو يعتبر محصول استراتيجي. هذه المحاصيل يعني وفقا لكلام محافظ دلوقتي ما فيش اضرار يعني رصدت حتى الان.
شكرا جزيلا لك استاذ ايمان وكيله وزاره الزراعه. معنا احد الفلاحين الذي يعني هاجمت الاسراب حقوله. اسالك يعني انت باي نسبه تضررت ارضك من هجوم اسراب الجراد؟ الجراد نحن الليل كله هنا سهرانين وشغالين، يعني ما فيش ضرر، هو بس نحن لحقنا يعني بسرعه وقومنا عليه بالليل هنا. قومتوا ازاي؟ قومنا بالليل بالرش، والمهندسين معانا بتوع الزراعه ووقفوا معانا وقعدنا نرش الليل كله هنا وقومنا معاهم. انت اول ما بدات اسراب الجراد بلغت وزاره الزراعه وبلغنا الجمعيه الزراعيه عندنا، والزراعيه طبعا جابت الزراعه واشتغلوا معانا هنا الناس يعني. بارك الله. دي اول مره الجراد يهاجم الارض هنا؟ اول مره. ما هاجمش الارض هنا؟ لا ما جاش. انت زرع قمح؟ قمح. طيب انت يعني شايف ان انت اول ما بلغت وزاره الزراعه جم على طول وما تاخر؟ على طول، يعني الساعه 5 المغرب كان على طول هنا الناس، قعدنا لاخر الليل لحد احنا زي ما انتم يعني الساعه 11 الساعه 1 قالوا معاكم يا عم الصبح نحن معاكم برضك ما فيش مشاكل. ولقيت برضه الناس زي ما انت شفتها، جيت لقيتهم هنا قاعدين، يعني الناس ما بيتاخروش معنا نحن في الليل في النهار تمام. شكرا جزيلا. هو الجراد وصل الارض هنا من كام يوم؟ من قد ايه؟ لا من امبارح بس. من امبارح؟ من امبارح بس. طيب امبارح والنهارده الجراد بيزيد ولا بيقل؟ لا هو من لحد دلوقتي زايد. زايد يعني كل ساعه بيزيد. بس هو ابتدى ايه يعني الرش بتاعه حاجه يعني احنا انت شايفنا في الليل هنا، يعني في الليل وفي النهار المنطقه دي كلها يعني بنطالب بعمود نور حتى يجينا يوصل لنا هنا. يعني مفيش اي اضاءه هنا في المنطقه؟ ما فيش، يعني انا يعني هدا عندي كميه زي ما انت شايفها كده، يعني اتحرك فيها في الليل ازاي دي؟ انا مش عاوز نور وبطالب وبروح يا املاك انا عاوز يا مش عارف ايه يا وزاره الكهرباء، يعني انا مش متاخر من اي حاجه، انا تمام يعني ما مش متاخر. شكرا جزيلا مشاهدينا. هذه صورة نقلناها لكم من إحدى قرى مركز قفط بقنا حول هجوم أسراب من الجراد على المحاصيل الزراعية وكيف تواجهها الدولة والمحافظة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام.